دفعنا 2 مليار دولار بس هنرجعهم أضعاف. المتحف المصري الكبير مش مجرد مشروع سياحي، دي ماكينة ذهب حقيقية هتشتغل لمصر سنين جاية، وهيخلينا ننافس اللوفر في باريس والمتحف البريطاني في لندن. استثمارات بمليارات داخلة وفرص شغل للشباب، والأهم من ده كله اللي هيعمله بعد سنتين. يا ترى التكلفة الحقيقية للمتحف كام، وإزاي هيدخل مليارات للبلد، والفلوس اللي اتصرفت عليه هترجع إمتى، وإزاي هيحط مصر في حتة تانية بين الدول؟ يلا بينا وانت تعرف كل التفاصيل دي. الناس لحد دلوقتي مش وراها كلام غير عن المتحف المصري، الحدث الأعظم في 2025 اللي خلى كل الأنظار علينا في العالم كله. بس انت تعرف ان المتحف ده عشان يتبني خد 20 سنة، ومش بس كده، ده كمان اتكلف فوق المليار دولار. بس يا ترى بقى احنا ممكن نرجع تكلفة المتحف ده؟ وليه أصلا الحكومة كلفت نفسها كل المبلغ ده عشان تعرض آثار وبس؟ الحقيقة ان المتحف الكبير مش مجرد مكان يتعرض فيه آثار وخلاص، لا، ده حرفيا هيغير شكل السياحة في مصر تماما. وده اللي أكده الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق للقاهرة الإخبارية. قال إن المتحف المصري الكبير هيعمل نقلة كبيرة جدا في السياحة في مصر، وقال إن السياحة قبل افتتاح المتحف مش هتكون زي بعدها خالص. المتحف هيعمل انتعاش اقتصادي وسياحي كبير جدا. مش بس كده، ده أكد كمان إن ال 2 مليار دولار اللي اتصرفوا على المتحف هترجع بسرعة في خلال سنتين تقريبا، وإن المتحف ده هيحط مصر في مكانة عالمية أعلى بكتير في مجال السياحة، وهيغير صورة مصر في عيون السياح من كل دول العالم. أما هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فارس لتداول الأوراق المالية، قال إنه وفقا لموقع وكالة المعونة اليابانية تكلفة إنشاء المتحف وصلت لمليار و200 مليون دولار. تم تمويل الجزء الأكبر منه من خلال قرضين بإجمالي 800 مليون دولار بفائدة تفصيلية لا تتجاوز 1.5%. وقال إن المتحف المصري الكبير يعتبر استثمار اقتصادي ضخم جدا، مش بس مشروع سياحي أو أثري عادي. وإن لو المتحف وصل عدد الزوار الأجانب ليه ل 5000 زائر في اليوم وسعر التذكرة 25 دولار، فده معنى إن إجمالي الإيرادات السنوية هيبقى تقريبا 45 مليون دولار بس. وقال السايح مش بيدفع تذكرة وبس، لا، ده كمان بيصرف على الأكل والمشروبات والهدايا والأنشطة الترفيهية. وإنه لو افترضنا إن كل زائر بيصرف في المتوسط حوالي 10 دولار في اليوم، فالإيرادات السنوية ممكن تعدي ال 200 مليون دولار. وده نفس الكلام اللي أكده شادي الكومي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية لما قال إن مشروع المتحف المصري الكبير بيعتبر من أهم المشروعات القومية الكبيرة اللي ليها عائد اقتصادي ضخم جدا. وقال إن المتحف هيكون ليه تأثير إيجابي غير مباشر على الاقتصاد، لأنه متوقع إنه يزود مساهمة السياحة في الناتج المحلي لما يستقبل من 3 ل 8 مليون زائر في السنة بإيرادات ممكن تتعدى مليار دولار في السنة. معنى كلامه ده إن تكلفة المتحف هترجع في خلال سنة أو 2 بالكتير. بس هو قال إن المشروع ده مش بس هدفه يرجع التكلفة في فترة معينة، لا، ده بيحقق عوائد اقتصادية كبيرة وبيشتغل على رفع قيمة السياحة المصرية في السوق العالمي. والأجمل من ده كله بقى إن مصر داخلة على مرحلة جديدة هتخليها من أهم الدول السياحية في العالم، خصوصا في السياحة الأثرية والثقافية. افتتاح المتحف الكبير هيعمل حركة سياحية كبيرة جدا، ومتوقع إن عدد السائحين اللي بيجوا مصر يزيدوا من 15 مليون حاليا لحوالي 18 مليون السنة اللي جاية، ومع خطة للوصول ل 30 مليون سائح. يعني واضح كده ان المتحف الكبير هيغير خريطة مصر بين دول العالم. والأجمل من ده كله ان العائد هنشوفه بعينينا، استثمارات كتير هتيجي تستثمر حوالين المتحف، فرص شغل كتير للشباب، رفع قيمة مصر التسويقية، وملايين جاية من السياحة كل سنة. فدلوقتي قول لنا، رحت المتحف الكبير ولا لسه؟